سلام حبابي، رمضان كريم، الله يتقبل منا ومنكم. اليوم غادي نعاود لكم 7 حاجات غريبة فعلا كيوقعوا غير في رمضان وما كيتحكاش عليهم بزاف. هاد الحاجات كيزيدوا بزاف هاد الشهر المبارك وكيأثروا علينا بلا ما نحسو. يلا نبداو. أول حاجة هي النوم اللي كيتقلب 180 درجة. كثير من الناس كيناموا بعد الفطور وكيصحاو قبل السحور وكيحسوا بالنعاس الشديد في النهار. السبب؟ الساعة البيولوجية أو سيركاديان ريذم كتتخربط تماماً. هادشي كيوقع بسبب تغيير أوقات الأكل والصلاة اللي كيدير رونوة في السيستم ديال الجسم. تاني حاجة هي إنه الأحلام كتصير أكثر وضوحاً وغرابة في هذا الشهر. دراسات صغيرة في 2026 لقت باللي الصيام الطويل كيزيد نشاط منطقة الأحلام في الدماغ أو REM sleep، فكثير من الناس كيحلموا أحلاماً ملونة وواضحة جداً أو حاجات كانت مخبية في اللاوعي ديالهم. ثالث حاجة، الرغبة في الحلويات كتضاعف بشكل جنوني مباشرة بعد الإفطار. هرمون الجريلين أو هرمون الجوع كيطلع بقوة بعد الإفطار وكيخلي الدماغ يطلب السكر بلا قياس. لهذا كثير من الناس كياكلوا كميات كبيرة وكيدموا من بعد من اللي كيحسوا بالثقل والنفخة. رابعاً، الصوت كيصير أعلى في الأذن. بزاف كيشكيو من طنين أو تينيتس في رمضان. السبب هو نقص السوائل وتغيير ضغط الدم. هادشي كيخلي الأذن الداخلية حساسة بزاف لأي صوت. خامس حاجة، الناس كيبقاو كيحلموا بالأكل طول النهار وهما صايمين. هادشي بصح دراسة لقات باللي 68% كيحلموا بالماكلة في النهار. هادشي كيسمى food dream effect بسبب الحرمان اليومي. سادساً، الغضب كيقل بشكل ملحوظ بعد الأسبوع الأول من الشهر. لاحظتوها؟ هرمونات الغضب كينخفض بعد 7 أيام ديال الصيام المنتظم وكيولي الصبر أكبر وراحة نفسية أكتر. وآخر حاجة، الرائحة ديال المسك والعود كتزيد وكتولي قوية بزاف في الليل. الأنف كيصير أكثر حساسية في الليل بعد الصيام، فكنشم ريحة البخور في التراويح مجهدة أكتر من ديما. هاد ال7 حاجات غريبة كيوقعوا غير في رمضان. واش سبق لك تلاحظ واحدة منهم عندك هاد العام؟ قولي في الكومنتات شنو أغرب حاجة وقعت لك في رمضان. كنتسنى نقرأ قصصكم. رمضان مبارك، الله يتقبل منا ومنكم. نشوفكم قريب. سلام.